أقوى شيء بالإنسان بحسب خبرتي إنه يقول أنا بغلط. أي متى فقد نظرك بسام؟ هلا في كتير ما بيصدقوا إنه بالأخص لما بيشوفوني على البسكليت. إيه ما مش معقول أنت لا عم تكذب علينا يا عم أجرب بس أضرب بشي عربي صدقته. بسام أي متى اكتشفت إنك أقوى مما كنت تفكر حالك؟ بيقول لي أنت إذا ما بتقشع وبتلعب هيك إنه لو بتقشع إنه شو تعمل يعني؟ شو الاختبار الأكثر شيء ضايقك بحياتك؟ النهار ما فيك تعرفي قيمته إذا ما في ليل، والحياة ما فيك تعرفي الأشياء اللي أنت عم تمر فيها إلا ما يكون عندك اختبارات. شو بتسمعنا بنهاية الحلقة؟ هلا بنحمل الأكورديون وبنعزف لكم. بودكاست نقطة قوة، دغري بنفوت بصلب الموضوع. بسام شو هي نقطة قوتك؟ نقطة قوتي إني بستحي، والإنسان اللي بيستحي بتكون الأشياء عنده بياخدها بجدية أكتر وبيكون واعي أكتر بالحياة. شو هي البوصة اللي بتدلك على الطريق الصح؟ قناعاتي بالحياة والخبرة. الخبرة بتعطيكي أكتر دقة أنك تمشي مظبوطة، لأنه بتبطلي تفكري أنت وين ماشي، بتصيري تفكري أنت شو اختبرتي بالحياة والوين بدك توصلي. هيدي كتير مهمة إنه الواحد يكتسبها مع الوقت. أكيد. كلمة بتقولها لحالك بأصعب ظرف؟ أنا غلطان بالمطلق. أنا أو إذا بدك أفضل أنا بغلط. إيه هيك كل مرة الواحد بيقول أنا بغلط بيرجع بيعمل شو بيقولوا له هيدا، يعني إذا بدك إعادة صياغة أفكاره أو عملته، يعني هذه من الأشياء اللي بتصير. من وين تنبع نقطة القوة الحقيقية داخل الإنسان برأيك؟ في تجارب، في عندك الإيمان بحاله، الإيمان بنفسه، من وين؟ التجارب قديه بتتعلمي منها قديه بيصير عندك قوة أكتر. الإنسان يعني مثلا من أبسط الأشياء، النهار ما فيك تعرفي قيمته إذا ما في ليل، والحياة ما فيك تعرفي الأشياء اللي أنت عم تمر فيها إلا ما يكون عندك اختبارات، إن كانت بتوجع ولا بتفرح. بالحالتين بده يكون في اختبار. هاي شغلة كتير مهمة قصة الاختبار. شو الاختبار الأكتر شيء ضايقك بحياتك؟ هو اللي بيضايق بالحياة إنك أنت شغلة ما تكوني معودة عليها. كل شيء مش معودة عليه بيضايقك، لأنه عم يخلق فيكي فكر جديد وعم يجدد، وبالتجديد في وجع، يعني مش إنه واحد أنا تجددت وخلص، يعني لأنه تترجعي لحالك وتتجددي بدك تمرقي بهالمرحلة اللي هي مرحلة توازن الفكر. وتوازن الفكر ما بيجي هيك ببساطة، يعني بيوجع الواحد يقدر يوازن هالفكرة للأشياء الإيجابية أكتر الاشياء اللي لازم يختبرها بحياته. هيك هيدا الشيء اللي بيوجع بالحياة أكتر شيء. طيب بسام، أي متى اكتشفت إنك أقوى مما كنت تفكر حالك؟ بأي عمر وبأي مرحلة وبأي تجربة وبأي متين؟ شوفي الواحد يشوف حاله قوي بده يكون في حده مين ما كان، ما تفكري هيدا ايه وهيدا لا او هي ايه وهي لا. بده يكون في حده. انا لما صارت معي مشكلة العيوني، يعني لما بيقولوا كفيف، انا مش مع الكلمة كتير، هي جاية من كفة وكذا يده عن هيدي الشخص اللي ما بيقشع. يعني انا اول ما صار معي هالمشكلة اني بطلت اقشع، اهلي كانوا حدي بطريقة كتير بسيطة. انه كانوا عاطيني ريحتي، كانوا يجددوا بدون ما يقصدوا، يعني يجددوا في روح الاطمئنان، إذا بدك تقولي الحرية. هودي كلياتهم يلي الإنسان بحاجة لهم بمرحلة معينة بالحياة. يمكن لو كنت بقشع، أنا بعتقد حالي
على ما بيقولوا لي بكون عم بلعب انا ورفقاتي بالطاوله، بيقول لي انت اذا ما بتقشع وبتلعب هيك، انه لو بتقشع انه شو بتعمل يعني؟ قلت له ماشي بلعب انا وياك هيك. أي متى فقت نظرك بسام؟ بأي عمر؟ بعمر 9 سنين. يعني اول مره نزل لي مي صورة بعيوني كان عمري 3-4 ايام. ورحنا على المدرسة بعمر 9 سنين. كلب كان عنا كمان شو اسمه هبجني بعين، عم بهبب هيك برم وهبجني بعين فقرا، والتهبت التانية وراحت التانية، وهلا 2-0. هلا في كتير ما بيصدقوا انه بالاخص اللي بيشوفوني على البسكليت. ايه ما مش معقول انت لا عم تكذب علينا. يا عم بس اضرب بشي عربي صدقته. جارتنا هيك جارتنا ماشي، انا اجمالا الصبح بمشي اجمالا انا هم ماشي في عنا الكنيسة بالضيعة في طريق طويلة وساحة وهيك. انا بعتمد بالمشي قريب على الحيط لانه تظل يعني تأمن لك بتحس لا انه تظل عارف المستوى اللي انا رايح فيه، يعني الاتجاه اللي انا رايح فيه. هلا انتم بتصير معكم انتم اللي بتقشعوا بس ما أكيد. بتنتبهوا على انه الصوت عم يضرب بالحيط ويرجع لعندكم، ما بتركزوا عليها. لانه بقى تاني قربت شوي زياده على الحيط هيك في عمود كهرباء وجيت لابد فيه. قلت لي جارتنا انتبه. قلت لها ما كانش فيك تقولي لي قبل 3 ثواني بس. انه ما كناش ضربنا بالعمود ونقستي انت. انه شوفي يعني شوفي قديش ما بيصدقوا اني ما بقشع يعني. مرة هيك تخبرك خبرية، كنت على البسكليت أنا وجاي هيك كان عندي كلب يبقى لحقني وين روح وين إجا. كان كتير يعني من هو صغير كنت مربي. بقى كنت عنا عم خبرك عند الكنيسة في ساحة كبيرة. بروح عند الكنيسة هونيك بصير أركب أروح خيل بهالبسكليت رايح جيب هالساحة. أنا بيقولي لي كيف تعرف المطارح؟ هلا بعطيكي مثل. بصير أبرم بهالساحة ومدري شو. هو بهالوقت الكلب بيروح بصير يفتش على الأكل إذا في أكل بالحقيلة أو شيء. اللي صار إنه بدي فل أنا صوفر له عيط له ما يرد علي. قلت أنا بفل وبمشي على مهلي. أنا وماشي على مهلي بالبسكليت. أنت ماشي على مهلك بدك تتوازني، بدك تبرمي شمال يمين بالديركسيون هيك شوي تتوازني. مزبوط. ايه تتوازني حيل. صرت أنا أعمل هيك شمال يمين شمال يمين شوي هيك ما هزيحش هيك ما هزيح شوي. بسمع شي لبد قدامي دغري حطيت إجري على الأرض ورجعت أنا شوي. وقف تيري الزلمة بيته على الكنيسة فوق. تيري فدوا بالبسكليت بين إجري من ورا. وقع الزلمة. فدوا بالبسكليت بين إجري الزلمة هو ماشي ولا جيت أنا من ورا. فدوا بالبسكليت بين إجري وقع الزلمة. وقعته للزلمة. وقع. حطيت إجري دغري ورجعت لورا. أنا وقف هيك قال لي بتطلع فيه شافني قال لي يا ابني أمر الله أعمى وبتشعش كمان. أنا من الأشخاص يلي ما بحبوا يحملوا هم لغيرهم. تقلك إنه بالضيعة ما بيصدقوا إني ما بقشع. لكن هالصمت هيدا يلي مقضيه أنا وياه. ما بحب أعطلهم هم إنه يبقى أنا ما بقشع طعوا يعني حتى حنوا علي مش فقوا أي شيء. هيدي حالة صمت عيشها دايما يعني. حتى مرتي وولادي يعني ما بحسسهم بهالشيء انه اكيد هن بدهم يحسوا، بس انه انا ما بنق عليهم انه لانه انا بوضع اللي انا فيه بحيجي لحدا يكون حد يروح واجي يعني مرتي وولادي انه كمان عندهم ظروفهم وحياتهم. مرتي عندها صديقتها، ما بنتي عندها صديقة، ابني عنده صديقته وصديقه، يعني عندهم رفقاتهم، ابني عنده مجوز وعائلته، يعني كل واحد وظروفه يعني. واخر شيء بيجوا بيلوموني انت ما بتعمل شيء. لكن لزي وين الشيء اللي هيدا انه ما بحب عتل همي لحدا، عشان هيك بيشرب ارجيلي كتير يعني. ايه بصراحة. وانا من يلي بيحبوا العراق الويسكي. هل انا بزيدها شوي صغيرة يمكن على الوحدة اللي عيشها. بس انه لكن اللي بينصحوني
روح اطلع على استوديو تسلى تسمع موسيقى. لك يشوف الناس يعني انه يابا هو عم ينصحك، عرفتي كيف؟ انه تسلى بشي يفيدك، شو بدك بهاو؟ لا اخي بدل ما تعطيني نصيحة تعال قل لي انا رايح انا وياك نقزر هون المطرح الفلاني، عرفتي كيف؟ تشوف الناس يعني شاطرة انه تنصح غيرها، انه انت اللي بيوجعك ما لازم تحس فيه. يعني انا بدي اعلمك هون بتسكتي بتصير تقولي انه طب هيدا هالقد يعني بيعرف وبيفهم. بدي أتوقف بسؤال هلأ كتير مهم. عم تحكي عن الموسيقى، كيفك مع الموسيقى؟ جيد جدا. في اشياء كتير. انا في اختي جيزيل هاشم زرد المسرح الأوديون، يعني بدك تقولي عشرة عمر أنا وياها بهالمسرح، يعني إخوة. أنا بعيط لها جيزيل، بعيط لها أختي جيزيل، إيه حبيبتي، وجوزها توني يسلم لي، وولادها كلهم طيبين. بس إنه بيبقى في إنسان بحياتك بيبقى خي من غير أم وبي يعني. أكيد. في اشياء كتير عملها بالوسط الفني. في بدك تقولي في باسمة عمل مغنية كمان اللي مسجلة عندي، تقول أمي يا أم الكل يا عذرا الحنوني، مسحت الدمعة من الكل مسحيها من عيوني أمي. هيدي وحدة. في الله يرحمه جوزيف نصيف، كان عيد الاستقلال سنة 99، قبل ب4 أيام هيك كنت كاتبها هيك طلعت هيك بتقول وقفوا رجال يوم واخدوا الاستقلال، وقفة عز وقفوها وما خافوا، صار التاريخ عن تاريخ يحكي، والخيالي بالساحات طافوا. كانت وقتها سنة 99 بقى، كان هو بميروبة الله يرحمه. تلفنت له قلت له عامل هاو الكلمات هيك وهي اللحن هيك، بدك تيجي؟ أنا الموسيقى حاضرة عندي، كنت عمل لها التوزيع تبعولها مسجلة. كنا بأثناء بعدنا عم نشتغل على الريل. بأي سنة بسام؟ 99، يعني من 27 سنة. مزبوط 27 سنة. تلفنت له كان بميروبة، قلت له عامل هاو الكلمات واللحن وهيك، ومحضر الموسيقى مسجلة. نحن بوقتها كنا نشتغل، كنت اشتغل بعدني على الريل، كان عندي 24 تراك، الريل 24 تراك. حضرت الموسيقى وسجلت صوت البنات. اجا تاني يوم هو يعني كان الله يرحمه اسم الله، يعني ايش بدي خبرك، قري الكلمات وسمع اللحن وهيك مرتين ثلاثة تمرن عليه، سجلنا خلصت. في يعني حلو. الكورال كان في هو وكان في خيي كمان عملوا الكورال، وكان في صبايا 2 يعني اجوا بعدين حطوا قبل اجوا حطوا صوتهم الكورال. يعني كانت قبل عيد الاستقلال بيومين، يعني نحن كان هو بدك تعتبري ب 22 تشرين الاستقلال، ب 19 كان عندي عم نسجل، لا ب 18 كان عندي عم سجل. تلفن وقتها على تلفزيون لبنان، كان بعده أكتر شيء تلفزيون لبنان، يعني ما كانش فيها كان في الLBC وتلفزيون لبنان وشو اسمه غيره. المهم تلفن على تلفزيون لبنان وحكي مع الإدارة. يعني 21 شهر طلعوا صوروا المناظر تبعوا الغنية وهيك. ب 22 حطوها شي 7 مرات بالنهار، بفترة النهار العشيش 7 مرات. يعني هو قال لي وكذا حدا قال لي، يعني من هيدي من جملة الاشياء. في كمان في اشياء وقتها انه نكون قاعدين يسألني شو رأيك بهاللحن فلان او فلان، قال له انا برأيي هيك يكون اللحن، ما ياخدوا يسجلوه مثل ما قال لهم، بس ما يعني ما يحطوه باسمي، لانه كانت بوقتها هيك الاشياء، يعني ما كان في شيء عندي اثبات انه هيدي من الحيني. في كم شغله هيك صاروا. وفي عندك شو اسمه مسرح، قلنا مسرح الأوديون، الاشياء كتير يلي عملناها بالثمانينات والتسعينات.
أنا ومدام جزائل مم. أختي. وفي عندك تراتيل كتار كمان يعني لحنته. مم. يعني إجمالا في آخر ترتيلي عملتها غنيها نادر خوري، كتبتها ولحنتها كمان. بتقول هي مم. هيك كلمات عفويات يعني. ايه مذكرة. بتقول دخلك يا مريم العذراء عينينا وشد القدرة، دخلك يا مريم العذراء عينينا وشد القدرة، عينينا وشد القدرة، تحت جناحك خلينا صلاتك بتقوينا، تحت جناحك خلينا صلاتك بتقوينا، تنوصل على المينا، دخلك يا مريم العذراء تنوصل على المينا، دخلك يا مريم العذراء. لما كنت بين الناس الفرحان وبإيدك كاس، لا 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 لا، لما كنت بين الناس الفرحان وبإيدك كاس، عرفتي وقلتي له ليسوع جفة خمر خوابينا، دخلك يا مريم العذراء. هيدي كمان. وفي ترتيلي في غنية للأم، خدتها الفكرة من أول شيء الوالد بيشوفه وبينتبه له أكتر شيء هو أمه. أكيد. بلشت الفكرة هيك. مم. أول صورة بعيني صورة أمي، ورضا الله علي من رضا أمي، يا فرح وهنا بقلبي أنا، ينعاد عليك وينعاد عيدك يا أمي. كمان هيدي وقتها الله يرحمه غنيها جوزيف نصيف، رجعت غنيتها مدام جانيت كمان. تقول أول صورة بعيني صورة أمي، تيرا رضا الله علي من رضا أمي، يا فرح وهنا بقلبي أنا، ينعاد عليك وينعاد عيدك يا أمي، ينعاد عليك وينعاد عيدك يا أمي. بسام بفكر إنه ترجع تلحن هلأ شي ألحان جديدة، تتعامل مع حدا معين؟ بتعرف هلأ الجيل الجديد كمان الموجود، ايه عم نعمل اشياء كتير من الاشياء فيك يلي تذكر اليوم. لي شي منهم؟ لو بصراحة بنسين لأنه ما يعني بيبقوا اشياء هيك يعني أنا بس أكون عم أعمل هالشغلة بقول هاي الشغلة معمولة تتعيش شهر شهرين مش أكتر من هيك. في اشياء كتير معمولة عملها يعني، في شي 40-50 عمل عملون بصراحة. يعني لو يعني حتى لو كانوا معي هون أوقات يعني بتلفن لي يعني حدا عمل له شيء دموزيل أو شاب، بدي هيدي من عندك، بقول لهم نسيها بصراحة هيك، لأن ما بتبقى اشياء من انت بتكوني عيشتيه بوقت طويل. بتصير الاشياء هيك تحسيها انه هيدي حلوة مهضومة، بس ما بتحسيها عمرها طويل يعني. ذكرت حدا من الجيل الجديد بيطلب منك تعطيه لحن يعني؟ في كتير ايه. في ايه، في أشخاص مرقوا بحياتك وغيروك بدون ما يعرفوا بسام؟ إجمالا لا. أنا من الأشخاص يلي شوي كنت مستبد أو عنيد إذا بدك تقولي. يمكن هي كانت شغلة إيجابية لوضعي ما بقشع. لا إيه، لأنه في مطارح كتير خلصتني من ورطات كتير يعني. مثل مثلا إجا شخص بده تمضيني على ورقة على سبيل الاشياء يعني. قلت له لا. ليش لا؟ ولو ما بتأمن لي خي لا، شو بدي حدا يقراها، بدي محامي يشوفها طبعا. ولو ما بتأمن لي يعني. ليكي يعني انت واحد عنيد، ليكي يعني دغري ببلشوا فيكي هيك يعني انت عنيد. قلت له عنيد ايه؟ وقول ما بدك عنيد. بدي اتجرأ واسألك على صعيد شغلك، من على صعيد شغلك ولا على صعيد شخصي؟ الورقة هيدا اللي بدك تمضيها كانت شخصي؟ ايه كان بده يمضيني على تنازل عن اشياء بالشراكة انا وحدا. ايه
وصعيد شغلك في صارت معك شي مرة هالشغلة يعني؟ على صعيد شغلي صارت معي مرة مش بحب هيك أعرف هيك أخبار عنك، كيف شغلك؟ نعم. كيف كان قبل طبيعة شغلك؟ هلأ كيف؟ عبالك ترجع تلحن؟ لأنه عن جد صوت حلو وألحانك حلوة، يعني حسب ما ذكرت لي هلأ عندك كتير ألحان مهمة. الحمد لله. وبعد في اشياء كتير ما قلت لي عنها بالحلقة. صحيح. يا ريت هيك بس هيك شوي منضوي عليهم يعني. عبالي اسألك هيك اشياء لنضوي على الاشياء الملحنة. كنت عم خبرك عن الورقة يلي كان بده مضيني عليها وقال لي انه عنيد. قلت له انه لا ما بدي. رجعت قلت له طيب صور لي اياها. لا ليش بدي اصورها؟ مسكت الورقة حطيتها بجيبتي. هيت لهون. لا. قلت له خلص قلت عني عنيد. المهم رحت فرجعت لحدا قري لي اياها. انا اتعهد كذا كذا انه الكلمة وكذا. يعني عمي مضيني عشي خرابين بيوت وبده بالقوة وانا عنيد يعني. وهيك الناس بتتصرف اوقات كتير يعني. كنت عم خبرك عن شخص عطيني وقتها $1200 مزورين ونكرون. قلت له روح منك لله. بتصير عندك هيك مواقف معك. بكون عم بلعب انا وحلا بالطاولة الزهر. بحط المطرح مش مطرح اللي لازم يحطه. خي رجع رده لهون وعد. ما هيدا كان هون. قال لي ايه عد. بعد بقول لي ايه معك حق. ما طول بالك ندف. سألتيني شو عامل. أنا كان في شاب رفيق اسمه طوني خوري عم بيسمعني شعر. بقول لي اسمع الشعر شو حلو. انسوا الماضي واللي رايح يا حبايب دقوا وغنوا. بكرة أحلى من امبارح والبعده أحسن منه. قلت له يا طوني هيدي مين كتبها؟ قال لي رابطي بيير حايك. قلت له ملحنة؟ قال لي ايه. قلت له في لحن الكلمات؟ قال لي ايه تكرم عينك بكره بقول له وبتلحنها. هلا هو كان كل جمعه تقريبا يجي لعندي. كان نهار الاحد عندي. راح رديت هالجمعه. جيت انا لحنتها وسجلتها. هلا عمنا تاني احد اجى لعندي. بيقوم واقف انا وياه عم يسمعني الشعر ومدري شو. عم يسمعني قصيده بتقول قال لي بدي سمعك قصيدة هيدي بتقول أنا بيك يا بني أنا جبلتك بإيدي. أنا جبلتك بيدي. أنا بيك يا بني أنا جبلتك بيدي. أنا وهبتك كل العمر ساعة استكترت علي. كيف عم بتمضي الأوقات بشو عم بتعبي الحياة. أقصر سهرة 3 ساعات وساعة استكترت علي. كلام ترتيل كتير حلو. كلمات حلوة كتير. بيقوم عم بيقول لي هاي القصيدة. قلت له تعا هي فقت بدي سمعك شي عامله. أنا خدته وطلعت على الاستوديو. دورت هيدي الغنية. بس بلشت يعمل هاي يه هيدي أحد الماضي خدتها. يه لك شو حلو يا عيني. يعمل هيك. بتقول انسوا الماضي واللي رايح يا حبايب دقوا وغنوا. انسوا الماضي واللي رايح يا حبايب دقوا وغنوا. بكرة أحلى من امبارح والبعده أحسن من أحلى منه. بكرة أحلى من امبارح والبعده أحلى منه. أحلى منه أحلى منه. ومهما البحر يعلى. هيدا آخر مقطع فيها. ومهما البحر يعلي النو مهما اسود غيوم الجو بده يرجع يطلع ضو والفرحة تطلع منه. هاي الجو تبعه تقريبا. رجعنا. هيدي أنا بيك يا بني كان عطيني إياه الأحد اللي سمعته هيدي. خدت هيديك الكلمات. قال لي هيدي قصيدة. قلت له لا هي بتتلحن. قال كيف؟ قلت له ايه بكره شي مرة بلحن بسمعك اياها. اجا أحد اللي بعده. قلت له عم بحكي أنا وياك. صرت أنا خدته بالحيلة ورحت صرت أتمشى أنا وياه. طلعنا على الاستوديو هيك وقاعد هو عم سمعه. وحطيت هيدي أنا بيك يا بني. بتقول أنا بيك يا بني أنا هيدي كلماته لخي طوني خوري. أنا بيك يا بني
أنا جبلتك بإيدي، أنا وهبتك كل العمر، وساعة استكترت علي، وساعة استكترت علي. كيف عم بتمضي الأوقات، بشو عم بتعبي الحياة، أقصر صارت 3 ساعات، وساعة استكترت علي، وساعة استكترت علي. أنا بيك. أول ما بلشت معك سألتك شو هي نقطة قوتك، فيك ترجع تقلي؟ هي نقطة قوته الإنسان. شوفي، أقوى شي بالإنسان، أقوى شي بالإنسان بحسب خبرتي إنه يقول أنا بغلط. وما في يعني مش أنا منزل وأنا معي حق وأنا اللي بفهم. أقوى شي بالإنسان يقول أنا بغلط. بس يقول أنا بغلط بصير يصحح الاشياء وحده بدون ما يعرف بلا شعورية تبعوله. أنا نقطة قوتي إني وصلت المطرح إنه صرت مقتنع إنه أنا مثل أي حدا بغلط، لا بدي اتهم غيري. ويعني مثل بيقولوا إنه شيء اللي فيك حطه بغيرك، لا بدي يكون هيك. هيدي أنا بعتبرها نقطة قوة عند الإنسان. بس يبلش يقتنع إنه هو بغلط، ببلش يقتنع وببلش يعيش أصح، وبيصير عنده قوة ومصالحة مع الذات. هي القوة يعني من أسباب القوة. بسام، أنا بتشكر كتير حضورك معي، وكتير انبسطت إنه استضفتك معي بالحلقة، حلقة البودكاست. أنا بشكرك وبشكر الأكيب الطيب المهضوم، ويعطيكم ألف عافية، ونضل إن شاء الله دايما نشاطاتكم مستمرة ودايمة. بتشكرك كتير. وشو بتسمعنا بنهاية الحلقة؟ هلأ بنحمل الأكورديون وبنعزف لكم. يلا. رح سامعك شيء ارتجالي هيك عباز، وإنه لك يعني مثل خواطر، بس هو ارتجالي. ها يلا أوكي، إحنا على السمع.